ازاي تهكر حسناتك طول رمضان وطول السنة، وازاي تكسب حسنات كتير ويتغفر لك كل سيئاتك باذن الله تعالى. بص، اول حاجة مش هنتكلم في الفروض عشان معروفة، الصلاة والصوم والزكاة دي فروض. زود بقى معاك ان يبقى معاك دايما سبحة الكترونية او عادية اللي ترتاح ليها، وطول ما انت قاعد بتعمل حاجة او ماشي او قاعد بتتفرج على التلفزيون او اي حاجة انت مش بتتكلم فيها، اقعد اذكر وبراحتك بقى 100 لا اله الا الله، 100 الله اكبر، 100 الحمد لله، 100 لا حول ولا قوة الا بالله. اي ذكر يجي في دماغك قول على قد ما تقدر، ولما تقول كله عيد من الاول تاني. كل شوية اخطف 10 دقايق واقرا صفحة في القرآن. فاضي قبل او بعد السحور اقرا تفسير الصفحة اللي انت قريتها. صليت الفرض صلي السنة صلي القيام. والله بص، بإذن الله هيتغفر لك كل اللي عليك وهتبقى في مكانة عالية. هتلاقي نفسك بقيت أهدى وبقيت تفكر صح. هتحس بالتغيير في نفسك وانت مش واخد بالك. ومفيش حاجة من اللي قلتها تضيع وقتك الثمين، ولا ايه؟ جرب والنتيجة هتخليك تدعيلي. وبس كده، كل يوم نصيحة من اخواتك ليك، ما تنساش تشترك في القناة علشان تشوف كل جديد، وقولوا نصايحكم في الكومنتات ان الكل يستفاد، احنا واللي بيشوف، وابعت الفيديو لحد عارف ان هو هيفيده. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.